Productions. يا اهلا وسهلا فيكم باحلى متابعين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، واذا ما كنتوا بخير ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم راح تكون حلقتي كمان مقارنة بين رابرين سوريين وكمان معروفين كتير، وفينا نقول هن اقوى اثنين في سوريا حاليا. انا عم احكي عن اشخاص مشهورين في بسوريا، رابرية كتير اقوياء، فينا نقول كمان اقوى من اسماعيل تمر وفولكان MC، لكن ما عندهم شهرة وما عندهم متابعين، ما بعرف ليش. المهم انا راح احكي عن اللي بعرفه. اسماعيل تمر، فولكانو MC. فولكانو عنده 43 ألف سبسكرايب واكثر من 7 مليون فيو على اليوتيوب، واخر اغنية له كانت سلم بالعرض، وتقريبا كل اغاني فولكانو زائد 18 لانه فيها مسبات. فولكانو شخصيته كتير شرسة، يعني اللي بتشوفه بتفكره مجرم او هالشي يعني. لكن غناءه كتير كمان حلو. واكتر فترة فيها انشهر فولكانو هي لما رد على شخص اسمه زومبي، ويلي ما بيعرف زومبي هو شخص سب السوريين وعم يسب وعم يهين في غنائه للراب. وطبعا فولكانو ما سكت، دسه وعمل له اغنية ورباه يعني مشان يعرف يحكي تاني مرة. واسماعيل تمر كمان رد، لكن بطريقة محترمة، يعني زومبي ما بتلاقي فيه طريقة محترمة، فبده واحد مثل فولكانو يرد عليه. تمام، العين اللي ما فيها واحد عاطل مأكول حقها، هي القصة يعني مشان احكي لكم اياها بصراحة. وفولكانو ما عنده ولا اغنية حب. اكيد الكل بيسأل ليش فولكانو مثلا ما بغني لحبيبته او ما بيحب يعني مثلا. لا، فولكانو شخص شرس، على السوشيال ميديا بيبين انه هو شخص كتير شرس وما بيحب المزح. وطبعا هو كل اغانيه بتحكي عن البلد والراب الحقيقي. تمام. اسماعيل تمر اغاني تقريبا 60% 70% رومانس وحب وكذا، وبيغني لبلده كمان. تمام. نحن شو بيهمنا محبة الناس. طبعا اسماعيل تمر عنده محبة ناس اكتر من فولكانو. فولكانو كمان عنده ناس بيحبوه، لكن اسماعيل تمر عنده ناس اكتر. واول سبب ليكون اسماعيل تمر احسن من فولكانو انه اسماعيل تمر لما يغني غناء الراب ما بيسب، ما بيحكي كلمات بذيئة، بيحترم المستمعين. تمام. فولكانو كمان بيسب وبيحكي، المهم بس بالاخير هذا الشيء عم يحبوه الناس، ما فينا نقول هذا الشيء مو منيح. لكن انا من جهتي انه بفضل اني اسمع اغنية بدون مسبة، كرمال اقدر اسمعها وانا بالشغل، انا بالسيارة، اسمعها قدام رفقاتي، حتى نغمة او شيء يعني مثلا، فهمتوا كيف؟ بينما الاغنية اذا فيها مسبة مثلا يعني ما بقدر لا اسمعها قدام رفقاتي، ولا بقدر حتى نغمة، ولا بقدر اسمعها بالسيارة، ولا بقدر اسمعها بالشغل، يعني حتى اذا بدي اسمعها لحدا ما بقدر. يعني بهي الشغلة اسماعيل تمر احسن. وبنشوف انه فولكانو MC عنده تواصل كتير مع الرابرز مثل مودي العربي واشخاص كتير، لكن اسماعيل منفصل عن الرابرز السوريين، يعني ما ولا مرة شفت له ناشر اغنية لحدا. عندك فولكانو بينشر لكن كتير قليل. مودي العربي وفولكانو MC هن غنوا اغنية مع بعض يلي اسمها شو كان، يا ربي دور على مغزى. تمام. اسم الاغنية دور على مغزى جابت نص مليون فيو على قناة مودي العربي، وهذا اكتر فيديو بيحصل على مشاهدات بقناة مودي العربي. يعني فولكانو عنده محبين اكتر من مودي العربي، اسماعيل تمر عنده محبين اكتر من مودي العربي واكتر من فولكانو. لكن اذا طلعنا على القصة من جهة تانية بنشوف انه فولكانو MC اقوى من اسماعيل تمر بغنائه للراب. طبعا هذا الكل بيعترف على شيء انه فولكانو غنائه كتير قوي، ولحد هلا بالساحة السورية ما شفنا حدا مثل فولكانو عم يغني غناء قوي. يعني فولكانو لحظة شوي، الله وقتك.
طلعوا يا عالم، والله بحكوا معي هيك ببعتولي وانا ماني فاضي بكون. وشو بيقولوا لي بالاخير؟ انت ما عم ترد علينا اصلا، لك يا اخي انا مشغول، طول لي بالك شوي. المهم يعني فولكانو ام سي واسماعيل تمر هن اقوى اثنين، ما فينا نقول لا اسماعيل تمر اقوى ولا فولكانو اقوى، ولا فينا نقارن فولكانو باسماعيل تمر، لانه كل واحد بيغني شيء. تمام، انا بفضل اسماعيل تمر عن فولكانو، لكن بحب فولكانو كمان، اغاني كتير هادفة. لكن للي عمره زائد 18، للي عمره تحت ال 18 ما يسمع اغاني فولكانو. ولحد هون بكون وصلت لنهاية الفيديو، ولا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، والسلام عليكم.